المعالم التاريخية في مصر. زي ما احنا قلنا المرة اللي فاتت المعالم التاريخية في مصر، كلمة معلم تاريخي يعني مبنى قديم. مبنى ايه؟ قديم. يبقى معلم تاريخي هو ايه؟ مبنى قديم. معلم تاريخي يعني مبنى قديم في الماضي. في الايه؟ في الماضي. مبنى قديم في الايه؟ في الماضي. مبنى قديم في الايه؟ في الماضي. فاكرين كان ليه ايه؟ له قيمة. قيمة ايه؟ تاريخية وثقافية. له قيمة ايه؟ تاريخية وثقافية. له ايه؟ قيمة تاريخية وثقافية. قيمة تاريخية وقيمة ثقافية. يبقى المعلم المعلم الايه؟ التاريخ. له قيمة ثقافية وتاريخية. حلو. والمرة اللي فاتت قلنا كمان إن معظم دول العالم تهتم بدراسة الحضارة المصرية. تهتم بدراسة إيه يا حبايبي؟ الحضارة المصرية. ليه؟ لأنها أعظم الحضارات في التاريخ. قلنا نقول إيه؟ لأنها أعظم الحضارات في التاريخ. لأنها يبقى ليه يا أولاد كل العالم بتدرس الحضارة المصرية القديمة؟ ليه كل العالم بيجوا يدرسوا في الحضارة المصرية القديمة؟ دلل على صحة العبارة. ده سؤال بيجي لنا بنفس الطريقة يا أولاد. دلل. تعتبر الحضارة المصرية أعظم حضارة في التاريخ. ليه أعظم حضارة في الطبيخ؟ هنقول الحضارة المصرية أعظم حضارة في التاريخ عشان المصري القديم أبدع في الفن والعمارة. لما؟ هنقول إيه كده؟ حيث ترك المصري القديم. حيث إيه؟ حيث إيه يا أولاد؟ ترك المصري القديم إبداع في الفن والعمارة. يبقى ليه؟ حيث أبدع المصري القديم. في إيه وإيه؟ في الفن والإيه؟ وقلنا إن هو لا يقدر بإيه؟ بثمن. طيب، واتكلمنا عن أهم المظاهر دي يا ولاد. وقلنا أول حاجة هرم زوسر. تعالوا نبدأ عن أهم المعالم. وقلنا أول حاجة هرم أقدم وأول مبنى حجري قديم. صح مش اللي قلناه؟ فاكرين لما قلنا إيه أول هرم في التاريخ؟ إيه أقدم بناء حجري في التاريخ؟ إيه أول هرم مدرج في التاريخ؟ يبقى ده أول هرم في التاريخ، أقدم هرم في التاريخ، أول بناء حجري في التاريخ. اتفقنا كده؟ وقلنا إن هو يتكون من مصادر. فاكرين كان كام؟ 6 صح كده؟ طيب، وقلنا إن هو موجود في الجيزة في مدينة سقارة. مدينة إيه؟ مدينة إيه؟ في مدينة. طب خد بقى معايا الأغنية الحلوة دي. في مدينة سقارة. وجدت فن عمارة. وجدت فن عمارة في المقبرة الهرمية الميامية
الملك زوسر. اتفقنا كده؟ أول هرم مدرج في التاريخ. أول هرم مدرج في التاريخ. يتكون من 6 مساطب. يتكون من 6 مساطب. يتكون من 6 مساطب. يتكون من 6 مساطب. أقدم بناء حجري قديم. أقدم بناء حجري قديم. ده إيه ده؟ هرم؟ هرم إيه؟ زوس. طيب تاني حاجة عندنا الولاد الكرنك، معبد الكرنك أو معابد الكرنك. ركز معايا. 2 يا حبايبي هو معابد الكرنك. الكرنك دي يا ولاد ركزوا كده معايا. معبد يا حبيبي يعني بناء حجري كده ورا منه معبد تاني، مجموعة معابد موجود في مدينة طيبة قديمة حاليا اسمها الأقصر. حاليا اسمها إيه؟ الأقصر. مدينة أو محافظة الأقصر، لكن كان زمان في القديم اسمها إيه؟ طيبة. ده أهم مكان تاريخي في العالم. أهم مكان تاريخي فين؟ في العالم. أهم مكان تاريخي فين؟ في العالم. أهم مكان تاريخي فين؟ في العالم. في العالم. اسمه إيه؟ معبد الكرنك. اسمه إيه؟ معبد الكرنك. معبد الكرنك. معبد الكرنك. موجود في مدينة طيبة. موجود في مدينة طيبة. معبد الكرنك معبد الكرنك. موجود في مدينة طيبة. موجود في مدينة طيبة. الأقصر حاليا. الأقصر حاليا. الأقصر حاليا. حاليا. ماشي، الله ينور عليك. عندنا بقى يا ولاد كمان أقدم دير في مصر. تالت حاجة دير. ركز معايا يا ابني. أقدم الأديرة. أقدم الأديرة. دير سانت كاترين. دير سانت كاترين. دير سانت كاترين. دير سانت كاترين. عارفين دير ده يعني ايه؟ كنيسة، بس كنيسة كبيرة شوية مش كنيسة صغيرة. فسميناه دير لأن الكنيسة بتبقى صغيرة، لكن لما يكون كبير يبقى دير. لما يكون كبير طيب هفرقها لكم بين حاجة وحاجة. مش احنا عندنا حاجة اسمها الجامع وحاجة عندنا اسمها المسجد؟ أنهي الأكبر؟ الجامع. لكن الأصغر الإيه؟ الأصغر والأكبر. هم كمان عندهم الكنيسة أصغر ولا أكبر؟ أصغر. لكن الدير لذلك الدير سانت كاترين في جنوب سيناء. في جنوب سيناء. في جنوب سيناء. في جنوب سيناء. دير سانت كاترين دير سانت كاترين. في جنوب سيناء. في جنوب سيناء. دير سانت كاترين دير سانت كاترين. أقدم أديرة في مصر. أقدم أديرة في مصر. أول مكان دير في مصر. أول مكان دير في مصر. أقدم دير في مصر أقدم دير في مصر. في جنوب سيناء. في جنوب سيناء. دير سانت كاترين. دير سانت كاترين. أقدم دير في مصر. أقدم دير في مصر. دير سانت كاترين دير سانت كاترين. في جنوب سيناء. ممتازين. عندنا يا ولاد كمان رقم 4 المسرح الروماني. المسرح الروماني. المسرح الروماني. إيه؟ المسرح الروماني. المسرح الروماني. المسرح الروماني. المسرح الروماني المسرح الروماني. في اسكندرية. في اسكندرية. المسرح الروماني المسرح الروماني. فين؟ في اسكندرية. المسرح الروماني في اسكندرية. المسرح الروماني في اسكندرية. المسرح الروماني في اسكندرية المسرح الروماني في اسكندرية. يدل على حياة ثقافية يدل على حياة ثقافية وفنية. وفنية. المسرح الروماني المسرح الروماني فين؟ في اسكندرية.
اولاد بناء عامل زي كده، بيكون من هنا كده ناس تقعد هنا كده تتفرج على الناس اللي بيعملوا حلقات هنا كده في النص. موجود فين يا اولاد؟ بيعكس الحياه الفنيه. بيعكس الحياه ايه؟ الفنية والثقافيه. الفنيه والثقافية الفنيه والثقافية جماعي الازهار. جميع الأزهار جماعي الازهار. جميع الأزهار جماعي الازهر. جميع الجامع الأزهار الازهر في القاهره في القاهرة سمي بالازهر. بالأزهر بالازهر بالأزهر نسبة إلى السيدة فاطمة. السيدة فاطمة بنت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كانت اسمها فاطمة الزهراء. فاطمة الزهراء. فسمي الأزهر نسبة إلى إيه؟ السيدة فاطمة إيه؟ الزهراء. يبقى جمع الأزهر سمي بالأزهر ليه؟ نسبة إلى فاطمة. يا فاطمة فاطمة يا فاطمة يا بنت نبينا يا بنت نبينا عملت لنا جمع الأزهر عملت لنا جمع الأزهر بالزهراء الزهراء الزهراء في القاهرة. في القاهرة جمع الأزهر جميع الأزهر أقدم أقدم بناء أقدم جامع في التاريخ. جامع في التاريخ أشهر مكان في التاريخ. أشهر مكان في التاريخ أشهر المساجد في العالم الإسلامي. أشهر المساجد في العالم الإسلامي يبقى لما يجي يقول لك إيه أشهر مساجد في العالم الإسلامي؟ الأزهر الشريف ليه سمي بجامع الأزهر الشريف؟ على السيدة فاطمة يا فاطمة يا بنت نبينا افتح لنا جامع الأزهر ده محمد نبينا. ماشي؟ طيب برج القاهرة. برج القاهرة ده بقى كمان اتعمل فين؟ في القاهرة. اسمه برج القاهرة. هيكون اتعمل عندكم ليه؟ لا، اتعمل فين؟ برج الايه؟ القاهرة ستي. برج القاهرة. برج القاهرة بص هو عمود طويل كده بس عامل على شكل زهرة. زهرة يعني وردة. وردة اسمها وردة اللوتس على شكل زهرة اللوتس على على شكل شكل زهرة اللوتس يعني وردة اللوتس. وردة الايه؟ اللوتس وردة كده شكلها حلو على شكل زهرة اللوتس. على شكل زهرة اللوتس برج القاهرة. برج القاهرة استواري يعني شكل حلزوني كده. شفت انت العمود اللي عامل شكل الدايرة؟ العمود ده مربع صح؟ لكن بالتالي في عمدان كده بتبقى عاملة زي الايه؟ الدايرة كده. ها؟ يعني اسمها استواري. اسمها ايه؟ أشهر برج في مصر. أشهر برج فين؟ مصر على شكل زهرة. اللوتس على شكل زهرة ايه يا بنتي؟ اللوتس على شكل زهرة ايه؟ اللوتس اتبنى امتى؟ اتبنى في عهد الرئيس جمال عبد الناصر. اتبنى امتى؟ سعد الرئيس عبد الناصر تم بناؤه تم بناؤه في عهد الرئيس سعد الرئيس يوم الخميس يوم الخميس جمال عبد الناصر جمال عبد الناصر عمل برج القاهرة عمل برج القاهرة اسطواني. اسطواني 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 على شكل زهرة لوتس لوتس. الايه؟ لوتس الايه؟ اللوتس حاجات كتير بقى في مصر بيجي السياح ليها من كل مكان في العالم فزالت موجودة عشان يزوروها. بس هو كفاية علينا كده بالنسبة للأماكن اللي يعتبر مهمة جدا في مصر. تعالوا نكمل ونقول يا ولاد سواء الهرم أو القلعة أو جسر الكبريت أو نصر الروماني أو جامع الأزهر أو برج القاهرة دي كلها المعاني
مهمة جدا في بلدنا وثروة قومية، يعني بتدخل فلوس لينا كلنا. واحد يقول لي يا استاذ يا احنا المفروض ناخد من الاماكن دي فلوس، هقول له بس الفلوس مش بيدوها لك، بيعملوا لك مستشفيات، يعملوا لك مدارس، يعملوا لك طرق، يعملوا لك كباري، يطوروا لك البنيات التحتيه زي الصرف والغاز والكهرباء والكلام ده كله. فهمنا يا ولاد؟ يبقى دي ثروه قوميه لكلنا. بنستفاد بيها. ثروه قوميه لينا ايه؟ كلنا، يعني فلوس لينا كلنا. يعني فلوس لينا ايه؟ كلنا. لذلك هذه الاماكن التاريخيه تعتبر ثروه قوميه. ثروه ايه؟ قومية. يعني كلمه قوميه دي يا ولاد يعني لينا كلنا. يعتبر ثروه قوميه يعني ايه؟ لينا كلنا. لينا كلنا. لذلك فهي مهمه في ايه؟ اول حاجه يعني هو انت لما تروح او تروح معبد او تروح كليه او تروح مسرح او تروح الجامع، مش هنا بتتعلم؟ يبقى تعلمنا تاريخ الاجداد. تعلمنا تاريخ الأجداد. تعلمنا تاريخ الأجداد. تعلمنا تاريخ الأجداد. واحد تعلمنا تاريخ الاجداد. تعلمنا تاريخ الأجداد. طيب بتعلمنا تاريخ الايه؟ الأجداد. الاجداد. طيب تاني حاجه اتنين، شاهدة على انجازات الاجداد. شاهدة على انجازات ايه؟ الأجداد. يعني بمعنى صح اجدادنا كانوا عاملين انجازات عظيمه، فدي بتشهد ان هم عملوا انجازات. شاهدة على إنجازات عظيمة. شاهدة على انجازات عظيمه. شهيدة على إنجازات عظيمة. شاهدة على انجازات عظيمه. شهيدة على إنجازات عظيمة. مش في مصريين بيشتغلوا هناك؟ ها، توفر فرص عمل. توفر فرص عمل. توفر فرص عمل. توفر فرص عمل. طيب أربعة، تدعم الاقتصاد. تدعم الاقتصاد يعني الفلوس يا ولاد برضه تدعم الايه؟ الاقتصاد. تدعم الايه؟ الاقتصاد. أربعة أو خمسة، تجعلنا نشعر بالفخر. 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 بالفخر والانتماء. بالفخر والانتماء. يعني تبقى فخور إن الحاجات دي موجودة في بلدك. يبقى لما يجي يقول لك أهمية الأماكن التاريخية تقول له خمسة. تيجي نقولهم مع بعض عشان نحفظهم. تعلمنا تاريخ الأجداد. تعلمنا تاريخ الأجداد. تعلمنا تاريخ الأجداد. تعلمنا تاريخ الأجداد. شهد على إنجازات عظيمة. شهدنا على إنجازات عظيمة. شهد على إنجازات عظيمة. شهدنا على إنجازات عظيمة. توفر فرص عمل. توفر فرص عمل. توفر فرص عمل. توفر فرص عمل. تدعم الاقتصاد. تدعم الاقتصاد. تدعم الاقتصاد. تجعلنا نشعر بالفخر والانتماء. تجعلنا نشعر بالفخر والانتماء. تجعلنا نشعر بالفخر والانتماء. تجعلنا نشعر بالفخر والانتماء. طيب لذلك يا ولاد لما تروح اي مكان من الاماكن التاريخيه دي لازم تحافظ على نظافه المكان. ينفع اكون مثلا معايا، اسمعوني يا ولاد بقى في الكلمتين اللي جايين دول شرح. ينفع اكون معايا كيس شيبسي وانا داخل مثلا جامعه الازهر وارميه في قلبه؟ طب داخل برج القاهره ارميه في قلبه؟ طب داخل سانت كاترين ارميه في قلبه؟ لا. ينفع؟ لا. يبقى نحافظ على نظافه البيت. المكان. نحافظ على نظافه المكان. نحافظ على نظافه المكان. نتبع قوانين الامن. ايه قوانين الامن؟ يمكن يا ابني لو لو مثلا طلعت برج زي برج القاهره وبصيته جامد ممكن ايه؟ فبالتالي لازم تحافظ على قوانين الايه؟ الامن. قالوا لك ما تقربش يبقى ما تقربش، ما تلمس يبقى ما تلمس. نتبع قوانين الأمن. واجبنا نعمل ايه؟ نحافظ على نظافه المكان. نتبع قوانين الامن. تالت حاجه، ينفع تروح مثلا على المتحف او المعبد تكتب اسمك؟ ينفع؟ زي ما انتوا مثلا بتروحوا كاتبين على الحيطان هنا مثلا يعني. ينفع؟ ما ينفعش. عدم الكتابه على هذه عدم الكتابه. طيب
كمان ان لقيت سائحين تعاملهم ازاي؟ اعاملهم بادب واحترام وابتسامه عشان تاني مره يرجعوا، عشان تاني مره ايه؟ كمان حتى في معاملتنا للسائحين نعاملهم بادب وبابتسامه. يبقى يا حبيبي ويبقى يا ماما انت وهي وهو واجبنا تجاه الاماكن التاريخيه المحافظه على نظافتها، اتباع قواعد الامن، عدم الكتابه عليها حتى لا تتلف، كمان معامله السائحين بادب واحترام وابتسامه عشان يرجعوا مره اخرى. طيب كمان ازاي نستخدم التكنولوجيا في طيب بقينا حاليا يا ولاد اسمعي، بقينا حاليا نستخدم التكنولوجيا ان احنا نشوف المعالم دي وانت قاعد مكانك في بيتك. وانت قاعد مكانك فين؟ في بيتك. بتتفرج على المتاحف والمعابد وكل حاجه، يا اما عن طريق افلام، يا اما عن طريق فيديوهات على الانترنت، صح؟ يا اما عن طريق النظارات اللي بتتلبس دي زي 3 دي، ممكن تشاهد منها المعالم سواء داخل المكان او خارج. لو انت في الداخل ممكن تروح تزوره او انت قاعد مكانك عن طريق استخدام الايه؟ التكنولوجيا. عن طريق استخدام الايه؟ التكنولوجيا. طيب عندنا بقى يا اولاد كل دوله في حاجه بتعبر عنها. ازاي؟ تيجي تسال اي حد في دول العالم عن مصر يقول لك معروفه بالاهرامات. اشهر حاجه معروفه في مصر؟ طب واشهر حاجه معروفه في فرنسا؟ برج ايفل. برج ايه؟ برج ايه؟ برج ايه؟ برج ايه؟ طيب واشهر حاجه موجوده في فلسطين المسجد الاقصى اللي هو في فلسطين. المسجد الايه؟ المسجد الايه؟ بدليل احنا قلنا اشهر حاجه موجوده في مصر ايه؟ الأهرامات. صح كده؟ عشان كده انا عاملها اهو. ليه؟ لان مصر شهيره بالايه؟ فرنسا. برج إيفل. فرنسا. برج إيفل. فرنسا. برج إيفل. فرنسا. برج إيفل. طيب فلسطين. مسجد الأقصى. فلسطين. مسجد الأقصى. فلسطين. مسجد الأقصى.